السلام عليكم متابعي قناتنا على اليوتيوب ومتابعي صفحتنا على الفيسبوك صفحة سيف الدين. قبل قليل تم فتح استمارة تقديم بصفة الشرطة على وزارة الداخلية بعقد لمدة 3 سنوات. راح أدخلكم على استمارة التقديم. طبعا أول ما تفتح الاستمارة يطلع لك بهذا الشكل. استمارة سهلة: الاسم الأول، الاسم الثاني، الاسم الثالث، الاسم الرابع، اللقب إن وجد، واسم الأم واسم أب الأم. طبعا الجنس تختار ذكر أو أنثى. الحالة الاجتماعية: متزوج، أعزب. عندك التولد ايضا، تختار التولد، وهل انت من ذوي الشهداء. طبعا يثبت انه انت من ذوي الشهداء تختاره، واذا لا فتختار كلا. التحصيل الدراسي ايضا مطلوب. طبعا اي شيء يحتوي على نجمه هو شرط انه تمليه. عندك هنا خيار الاقليات: تختار المسيحية، الازيدية، واذا لا فتختار كلا او بلا. وعندك هنا القضاء: احنا استمارة بغداد. عندك الرصافة، الأعظمية، وباقي المحافظات راح يطلع لك الأقضية الخاصة بالمحافظة اللي انت موجود بيها وتقدم عليها. وعندك هنا الرقم الوطني. طبعا الرقم الوطني البطاقة الوحيدة موجود عندك مثل ما قلنا في منتصف البطاقة من الجهة الأمامية. وهل يعني إذا أنت من ذوي الضباط، إذا أبوك ضابط أو متقاعد ومستمر بالخدمة أيضا تختاره، وإذا لا فتختار كلا. عندك هنا خيار انه تحمل صورة. طبعا الصورة لازم تكون واضحة كلش، وتكون خلفية بيضاء ملامحها واضحة، وتختارها من الملفات اللي موجودة عندك اذا كان على الهاتف او الحاسبة. عندك رقم الهاتف مهم جدا انه ما تغلط فيه. عندك رقمين هاتف: الرقم الاول الدخل لازم صحيح، والرقم الثاني ايضا صحيح. وعندك الخيار الاخير، عندك الرقم التأكد. هذا الرقم اللي موجود انه تمليه هذا الرقم مثل ما مكتوب عندك بالخيار، تخليه هنايا نفس ما هو بدون اي خطأ. ورا ما تكمل تملي هذا الخيار تضغط على ارسال. راح ترسل استمارتك الى مديرية إدارة التطوع. طبعا راح تفتح لك نافذة جديدة بها الرمز الخاص او الرقم الخاص باستمارتك. لازم تحتفظ به لان عن طريقه راح يتم طلب الارقام اللي مقبولين بها. وهذا كل شيء على التقديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.